بسم الله الرحمن الرحيم. كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم جايبت لكم سلطة مغذية جدا جدا، منعشة ومرطبة لذيذة. هذا جرجير أخضر، وهذا جوز بيكان أمريكي قليناه، قطعناه بالنص وقليناه، وبنجر وباذنجان. البنجر اللي هو شمندر، في ناس يسمونه شمندر. مرة سهلة ومرة مقاديرها بسيطة، كلها 4 مقادير، لكن بصراحة عجبت الجميع. حتى إحنا عملناها في البيت 3 مرات في أسبوع، مرة عجبتهم. المقادير: الجرجير نغسله تمام، نحطه في مصفاية ينشف. باذنجان، بنجر فريش قشرناه وقطعناه حلقات سميكة وسلقناه. ليمون وفلفل أحمر مجروش وملح طبعا أهم شيء. زيت زيتون وخل، خل غامق شوي، مو بلسمك، ممكن بلسمك بس يعني ما يحتاج. لو خل فاتح بعد ما في مشكلة. أول شيء أنا جبت الباذنجان قشرته أقلام، شايفين؟ حبة حبة اشتغلت باذنجانة باذنجانة، عشان كنت مستعجلة ما أبغى نقعه بالموية. هو لما نقعه بالموية ما يصير شيء، بس يطول مدة القلي. بس أما كذا أقشره أقطعه وأحطه على طول في الزيت الحامي ينقلي، فترة القلي أقل. لما أخلص أشيلها، الثاني على طول أقشرها وأقطعها وأحطها، مو أقطعها من قبل بعدين تسود لونها، لا. طبعا نحطها في الزيت الساخن الغزير، نقلبهم، نحاول إنه يكون حجمهم كله متساوي، يعني أحلى وأرتب وكلهم يستوون في وقت واحد. نقلب فيهم لما يحمر لونهم، نشيلهم على صينية فيها ورق نشاف عشان يمتص الزيت الزايد. بعدين نفس الشيء نرجع الباقي نعمله بنفس الطريقة. الباذنجان نقشر أقلام ونقطع ونقلي. نقطع البنجر اللي هو شمندر اللي احنا سلقناه وقطعناه، نقطعه بنفس الحجم تقريبا أو أصغر شوي. نقطعه، بعد ما نقطعه نحطه على منديل ينشف. نخلط الباذنجان مع الشمندر مع عصير الليمون مع زيت الزيتون مع الخل والملح والفلفل. والله الصورة ضاعت عاد، ما أعرف وين راحت الصورة، صورته ما في صورة. لما خلطتهم بس نخلطهم مع بعض، نحطهم في وعاء عميق. الجرجير ما نخلطه معاهم، انتبهوا بعدين يذبل، نحطه حوالينه كومة كذا، تحت كومة وحوالينه. لو خلطناه على طول حيذبل وحيطلع موية. البيكان أو جوز عادي عين جمل نقلبه شوية بالزيت يشقر لونه ونحطه حوالينه. ما في أحلى من هالسلطة. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، تابعوني دايما، هذه سلطة مغذية مفيدة.